قطر تستثمر في السياحة في الجزائر، والمغرب منزعج من هذه الخطوة. قطر مشات استثمرات في المغرب، لا عفوا في الجزائر، وفين في السياحة. وكتعرف بأن السياحة مورد كبير ديال الاقتصاد المغربي، المورد الأهم. تم التوقيع على اتفاقية بين الجزائر وقطر تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين في مجال تطوير وتسيير وحدات فندقية تابعة لمجمع فندقة وسياحة وحمامات من قبل الشركة القطرية للفنادق والسياحة ريتاج. تهدف هذه الاتفاقية للارتقاء بالوحدات الفندقية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا من خلال تعبئة الاستثمارات اللازمة. ستعمل الشركة القطرية للفنادق والضيافة من خلال هذه الاتفاقية على دعم الفنادق التابعة للمجمع، وعددها 73 فندقا في مجال التسيير والتأهيل وتحسين الخدمات وجلب السياح. مستوى الخدمات اللي نقدمها على مستوى مجمع HTT، وكذلك لاستقطاب السواح اللي راهم في يعني لو كارني دادراس تاع هذا المجمع. وكان وزير السياحة قد استقبل وفدا من الشركة القطرية ريتاج للفنادق في إطار التباحث حول فرص الاستثمار في الجزائر، بالإضافة إلى دراسة سبل تبادل الخبرات بين الجانبين. كما كانت الفرصة لوزير السياحة للتعريف بالتسهيلات التي قامت بها الجزائر لمنح التأشيرة السياحية للراغبين في زيارة الجنوب الجزائري. الشركة القطرية عبر ممثلها قدمت وعود بتطوير قطاع السياحة في الجزائر، كما أكدت أن وجود اسمها في الجزائر سيساهم في جلب السياح والترويج للجزائر كوجهة سياحية متميزة. ستقوم رتاج الفنادق والضيافة بمشيئة الله تعالى بإدارة عدد من الفنادق في مختلف أنحاء الجمهورية الجزائرية. هذا التعاون الجزائري القطري، والذي تعتبر السياحة جزء بسيط منه، من بين استثمارات في مجالات عديدة كالحديد والصلب من خلال مجمع بلارة الذي استثمرت فيه قطر 2 مليار دولار، ويحقق عوائد مالية مهمة للطرفين، بالإضافة للمستشفى القطري الذي يتم إنشاؤه، ومجالات عديدة كالنقل والتنقيب عن المعادن والاتصالات، بالإضافة للمجال الزراعي، حيث تضخ قطر فيها ملايير الدولارات في سوق ترى أنها واعدة وبيئة استثمارية ناجحة. لكن في الجهة الغربية كانت ردود الفعل على هذا الاستثمار على أنه مؤامرة قطرية ضد المغرب. إذن هذا هدية من قطر لدولة الجنرالات، نكاية في المغرب. وتملك الجزائر كل المؤهلات التي تجعل منها بلد سياحي بامتياز، منها التنوع الجغرافي والثقافي، حيث أنها بلد شاسع يملك ثقافات عديدة ومتنوعة، ولكل منطقة عادات وتقاليد تمتاز بها، حيث تجد شريط ساحلي طوله 1400 كيلومتر، بالإضافة إلى سلسلة جبلية كبيرة وصحراء شاسعة فيها مناظر خلابة تجلب آلاف الزوار سنويا، حيث نجد مدينة غرداية، مدينة الأصالة والتاريخ، بمبانيها العتيقة وقصورها الشامخة والفريدة من نوعها، وعادات وتقاليد سكانها من العرب والميزابيين. أجمل الجبال في الصحراء ومناظر الغروب التي تأسر القلوب، مناظر تحسبها لأول وهلة من المريخ. مدينة القل وشواطئها العذراء زرقة البحر التي تقابل الجبال. فالمؤهلات الطبيعية موجودة في الجزائر، لا تحتاج إلا لتطوير البنى التحتية اللازمة. بلاد القبائل بإرثها الحضاري الضارب في أعماق التاريخ، بجاية بإطلالاتها البانورامية تعطيك أجمل نظرة على البحر ومدينة بجاية من الأعلى.
كيف لمن يملك هذه المؤهلات الطبيعية ألا تأتي استثمارات أجنبية؟ فالجزائر لم تكن تعتمد على السياحة كمورد للاقتصاد، لكن اليوم وفي إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتخلي تدريجيا عن التبعية للبترول والغاز، تسعى الجزائر لتطوير هذا القطاع، حيث قامت الدولة بمنح تسهيلات للحصول على التأشيرة السياحية، كما تسعى لعقد شراكات لتطوير هذا المجال. سيعمل على جذب السياحة الخليجية والعربية وكذلك العالمية للفنادق بالتعاون والدعم مع مؤسستكم العريقة.